أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج ابدأ صح. قبل ما أبدأ موضوع حلقتنا النهاردة أنا عايزة أتكلم دقيقتين كده في موضوع مهم قوي. طبعا أنا عارفة إن أنتوا ممكن يكون كلنا، مش أنتوا بس، كلنا عندنا حالة من التوتر، حالة من الخوف، حالة من الزعل، حالة من الحزن. ليه؟ عشان طبعا بنبقى قلقانين لما بننزل أولادنا المدارس أو الحضانات أو النوادي من العدوى والسخونية ويعني ترجيع بعض الأحيان، تكسير عظم، مش قادر يتحرك، السخونية ما بتنزلش. بس اللي أنا عايزة أقوله إن ده التوقيت ده، يعني ده توقيت عيا. يعني إحنا كل سنة في نفس التوقيت بنمر بنفس الظروف دي ما بتتغيرش. يعني لو افتكرنا كده السنة اللي فاتت في نفس التوقيت هنلاقي نفس القصة، السنة اللي قبلها، السنة اللي قبلها، على مدار السنين اللي فاتت كلها. كمان في حالة من الحزن الشديد والتوتر الكبير بسبب الاعتداءات اللي بتحصل على الأطفال في السن الصغير. وده طبعا كلنا فاهمينه وكلنا زعلانين عليه، لأنه أنا أم وعندي طفلين، وكمان أنا أم بتشتغل، فأنا مش دايما عيني على الأطفال، فأنا في نفس الحالة، نفس التوتر. بس اللي أنا عايزة أقوله إن ده ما يكونش يوقفنا. يعني التوتر ده ما يخليناش يوقفنا عن ان احنا طول الوقت نذاكر، نحاول نطور من نفسنا، نحاول نشتغل على نفسنا. لان انت حتى لو انت وقفت وقلت لا الدنيا مش مظبوطه والدنيا مش ستيبل والدنيا مش امان، ووقفت وعطلت، لا هتلاقي الدنيا حواليك ماشيه ما بتقفش. هتفوق من اللي انت فيه ده تلاقي الدنيا جريت من حواليك وانت واقف مكانك. فلا، احنا محتاجين طول الوقت نحاول نحسن من معيشتنا، نحاول نطور من نفسنا. حتى لو انت مضغوط انزل واشتغل. يعني انا الناس اللي بتشتغل معايا دايما اقول لهم كده، مفيش وقت، انزل واتحرك. حتى لو مضغوط ومتضايق انزل واشتغل وطور من نفسك، طور من الناس اللي حواليك اللي بتحبك والمسؤولين منك. فما تقفش عند حاجة او عند حزن او عند توتر، ودايما اتحرك في ان انت تبقى احسن وافضل وافضل ان شاء الله. ندخل بقى في موضوع حلقتنا النهارده. والنهارده هنتكلم عن ملف مهم جدا، مش هيخلص في حلقه ولا في حلقتين ولا في ثلاثه، لانه ملف كبير ومليان والتقلبات فيه كتير والتغيرات فيه كتير قوي الفتره دي. وهو ملف الاستثمار العقاري والتطوير العقاري. الملف ده هنطول فيه شويه لاسباب كتير. اولا لانه يعتبر اتقل نوع استثمار في العالم، مش في مصر بس. ثانيا لانه مهما كانت التقلبات اللي بتحصل حوالينا في الدنيا، اقتصاديا، سياسيا، ايا كان نوع التقلبات اللي بتحصل حوالينا، دايما العقار كسبان. يعني انا عمري ما سمعت قبل كده عن عقار بيقل. يعني اسمع يوم الذهب عالي، يوم الذهب نزل، هو على المدى البعيد بيكسب، بس يوم يطلع يوم ينزل. اسمع البورصة تطلع تنزل، اسمع عن اي استثمار يوم كده ويوم كده. لكن عمري ما سمعت عن شقة كانت بمليون صحينا لقيناها ب700,000، لا، بصحى الاقيها بمليون و300. فدايما ايا كان بيحصل حوالينا ايه، هو دايما العقار كسبان، دايما في زيادة مستمرة ما بيقفش. ده تاني سبب. تالت سبب بقى وهو الأحداث اللي بتحصل في السوق العقاري في 2025. تغيرات قوية وسريعة وجذرية بتحصل في السوق العقاري. بدأنا 2025 نمنا في يوم صحينا لقينا أكبر مطورين في البلد بيبيعوا على 12 سنة و15 سنة. فجأة المطورين دول كانوا بيبيعوا على 6 سنين و5 سنين و7 سنين و8 سنين أقصى حاجة. فجأة كده لقيناهم بيبيعوا على 15 سنة. فجأة لقينا المقدمات عمالة تنزل 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 لحد ما وصلت ل1% و2%. طب ده في مصلحة العميل ولا مش في مصلحة العميل؟ في مصلحة المستثمر ولا لأ؟ ده هنعرفه. شوية كده مشينا في 2025 لقينا كمية مشاريع نزلت في أماكن مختلفة. زمان كنا متعودين يبقى التركيز على منطقة معينة، لا، احنا السنة دي في كل المناطق حصل لونشز وحصل نزول مشاريع كتير جدا في 2025. طب العرض الكتير ده هل هيأثر إيجابي ولا سلبي؟ ده برضو هنعرفه النهاردة. مشينا شوية في 2025 سمعنا عن الفقاعة العقارية، ايه هي تفاصيلها وهل هي موجودة فعلا ومعناها ايه وليه، هنعرف برضو النهاردة. وجينا بقى في نهاية 2025 ولقينا بقى صفقات ضخمة الدولة بتعملها في السوق العقاري
هتفرق في حياتنا كلنا وهتفرق في القطاع ده بشكل كبير. لقينا طبعا افتتاح المتحف المصري الكبير اللي خلى الفندقي دلوقتي عامل اساسي في اي مشروع عقاري في مصر، لان احنا محتاجين عدد غرف فندقيه كتيره جدا الفتره الجايه عشان عدد الزوار اللي احنا بنخطط نوصل له في 2030. لقينا كمان صفقه كبيره جدا الدوله بتعملها مع قطر في علم الروم في الساحل الشمالي على مساحه 5000 فدان على شاطئ 7 كيلو. فصفقه بمليارات دولة عملتها من كام يوم أو من فترة قريبة. طبعا ده هيفرق جدا في القطاع العقاري. هنعرف كل ده بقى هيفرق معانا إيجابي، هيفرق معانا سلبي، هنوصل لفين، عايزين نعمل إيه الفترة الجاية. وده طبعا هنعرفه من خلال ضيوفنا اللي اخترناهم بعناية إن هم يكونوا صوت يوصلوا لنا إيه اللي بيحصل في القطاع العقاري ومستقبله هيمشي إزاي. من أبرز الأسامي في السوق العقاري هيكون النهاردة معانا رئيس جمعية المطورين باشمهندس محمد البستاني، وهيكون معانا رئيس مجلس إدارة شركة تي جي ديفلوبمنتس باشمهندس أشرف طاحون اللي عنده بدل المشروع 6-7 مشاريع هنتكلم عنهم النهاردة. نروح ونرجع واشوفكم بعد الفاصل، موضوع مهم خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع أبرز الأسامي في القطاع العقاري، وهو رئيس جمعية المطورين باشمهندس محمد البستاني. هنقدر نسأله عن كل التفاصيل اللي ممكن نكون عايزين نعرفها الفترة الجاية في قطاع الاستثمار العقاري. هنعرف منه هل نستثمر دلوقتي ولا لأ، هنعرف منه السوق رايح على فين واتجاهاته ايه، هنعرف منه كل التفاصيل. واللي حابب يسأل أسئلة تانية هنقدر برضو ناخدها منكم ونسألها، لأن الملف ده هيفضل مفتوح معانا الفترة لأنه ملف كتير وتفاصيله كتير. نرحب الأول باشمهندس محمد. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين، وان شاء الله من خلال البرنامج هنا نقدر نقول حاجه تفيدهم وحاجه يقدروا يسترشدوا بيها وكده ان شاء الله. هو ده اللي احنا عايزين نوصل له باذن الله، فاستحملنا في اسئلتنا بقى شويه. ان شاء الله. اتفضل. طيب هبدا مع حضرتك باول سؤال. انا عايزه اسال سؤال الاول، هل احنا لما العمله ثبتت، يعني هو السنتين اللي فاتوا 2024 و2023 كان في تغير كبير بيحصل في العمله، طبعا سعر الصرف بالظبط، فبالتالي كان المستثمر بيحط فلوسه في العقار عشان يحافظ على قيمتها انها ما تقلش. تمام. لما جينا في 2025 سعر الصرف او العمله ثبت، استقر بقى خلاص. بالظبط. هل البيع السنتين اللي فاتوا كان زايد بسبب تغيير سعر الصرف، فلما في 2025 ثبت البيع قل ولا رجع لمعدله الطبيعي؟ يعني احنا دلوقتي بيع 2025 ده اقل من الطبيعي ولا في الطبيعي مع ثبات سعر الصرف او العمله؟ طيب، هو اولا لازم نوضح احنا بنتعامل مع العقار ده بنتعامل معاه يعني منذ قديم الازل، لانه احتياج زيه زي الاكل زي الشرب، زي ما الناس عايز تاكل وتشرب، الناس عايز تسكن وعايز تستثمر، عايزه مولات، عايزه خدمات، عايزه كل حاجه. تمام. طب هو العقار اللي تعاملنا معاه في خلال التعويم بس؟ لا، بقى له فتره كبيره جدا. انا عن نفسي في المجال العقاري بقى لي 40 سنه. حضرت من اول لما كان الحديد ب 400 جنيه والاسمنت ب 60 جنيه والشقق كان المتر ب 250 و300 جنيه، وانا حتى فتره من الفترات بعت متر الشقق ب 600 جنيه في فتره ما قبل سنه 2000. أيوة. وحتى سنه 2000 انا بعت المتر ب 1000 جنيه في مصطفى النحاس ومدينه نصر. فهو العقار يعني في تصاعد دائم لان هو محفظه للقيمه. هو دايما بيتحرك بصفه دوريه وبصفه عاديه جدا. ليه؟ لان احنا عندنا زياده سنويه لا تقل عن 2 مليون نسمه، بالاضافه الى المستحدث في ال 10-11 سنه اللي فاتوا ان في خطه تنميه شامله لمصر اللي هي التنميه المستدامه، اللي هي توسيع رقعه العمران بدل ما هي 7% 14% بقى في اتجاه الدوله، اتجاه سياسي من 7 ل 14. الضعف اللي اتبنى منذ قديم الازل اتعمل زيه في ال 11 سنه اللي فاتوا. وطبعا دي خطه اسمها خطه تنميه مستدامه. طبعا حوالي ما يقرب من 40 مدينه جديده من مدن الجيل الرابع. وعشان تعرف برضو الناس تعرف ايه الفرق الجيل الرابع والجيل الاول، هو اول المجتمعات العمرانيه اصلا لما نشأت بقرار جمهوري في عصر الراحل الرئيس محمد انور السادات والوزير المحترم حسب الله القفراوي، وتم انشاء هيئه المجتمعات العمرانيه اللي هي انشئت لسبب ايه؟ ليه انشئت؟ لان بدأ المدن القديمه
اللي هي زي القاهره وزي اي مدن قديمه، ما كانش فيها اي مجتمعات. ما بقاش فيه ظهير، ما بقاش فيه، بقى فيه عشوائيات، بقى فيه، فقال لك لا نعمل مدن، نعمل هيئه مجتمعات عمرانيه. برضو ده اتخذ منين اصله؟ لان او يعني في الخمسينات نشأت في باريس الاول لما ترهلت، بداوا يعملوا مدينه الامتداد لباريس، عشان المدينه القديمه المرافق بتاعتها زادت والسكان بتاعتها يعني ما بقاش في اماكن فيها. وبعد كده بدات في امريكا، وبعد كده احنا كان ثالث دوله في العالم تعمل هيئه المجتمعات، وبدا الجيل الاول اللي هو العاشر من رمضان 6 اكتوبر ومدينه السادات كانوا من الجيل الاول، لحد ما وصلنا للجيل الرابع اللي هو العاصمه الاداريه والمنصوره الجديده والعلمين الجديده والمدن والمنصوره الجديده. طيب وكل ده اسالك سؤال، طلوعنا من 7 ل 14% ده ما يخليش ان المعروض كتير جدا؟ لان احنا بنتكلم على الضعف. ما انا عايز اقول لك ليه بقى. ما هو اللي حصل ان حصل فيه بنيه تحتيه قويه جدا تتحمل هذه المدن الجديده. حصل طرق ومطارات ومواصلات وشبكه بنيه تحتيه كبيره جدا تحت الارض وفوق الارض ومواني وكل حاجه. بقت مصر جاذبه للاستثمار. فاصبح عندك هنا مين بقى اللي عايز يستثمر بقى في العقار في مصر ويسكن ويعيش؟ المصريين والاجانب دلوقتي، الوطن مثلا على راسهم الاجانب اللي هو ايه؟ الاستثمارات الايه؟ الدول العربيه. اللي حصل بقى في شهر 3 او شهر فبراير 24 لما الدولار وصل في السوق الموازيه لحوالي 75 جنيه وكان في البنك ساعتها ب 30 جنيه تقريبا، فحصل التعويم. والتعويم ده كان علامه فارقه ان الدولار نزل. ده خلى كل المستثمرين يحطوا فلوسهم في عقار بسرعه. من قبل شهر 2 بقى وشهر 3 24 كان بقى شهر 9 و10 و11 و12 و1 و2 لحد 24. الناس طبعا حصل عندها ذعر. فلما حصل عندها ذعر فالناس ايه الوسيله الامنه اللي يقدر يحط فيها الفلوس؟ الكسبانه على طول اللي هي كسبانه على طول العقار. والعقار بقى فيه ميزه عن اي حاجه تانية، ان انا النهارده اقدر ب 5% او ب 10% احجز عقار واقسطه على 6 سنين و7 سنين و8 سنين واحيانا 10. فهو بمبلغ بسيط جدا كان بيقدر وليكن 500,000 جنيه بيعمل استثمار ب 5 مليون جنيه. تمام. اللي هو يشتري عقار بيه. صحيح. فاللي حصل ان حصل نوع من التشبع، ناس كتير اشترت من حصص السنين القادمه، فبداوا يشتروا كميات كبيره في العقار في الفتره دي. وبعد كده بدا الدولار نزل ل 40، يعني بعد 75 جنيه نزل ل 40 جنيه، وصل لحد 50 وبدا ينزل تاني بالسياسات الاقتصاديه الجميله واللي عملتها الدوله وصفقات راس الحكمه وصفقه زي ما انت اتكلمت في المقدمه علم الروم والحاجات دي. طبعا بدا الدولار يستقر، بل بالعكس في الانخفاض، بالاضافه الى الفائده البنكيه. فالناس بقى كان عندها نوع من التشبع شويه. فسنه 25 فحصل نوع تباطؤ في المبيعات. هو ده اللي حصل. ولكن هو ده المعدل الطبيعي؟ لا، مش المعدل الطبيعي. طب ليه مش المعدل الطبيعي؟ يعني احنا اقل من الطبيعي. اقل من الطبيعي. احنا اقل ليه من بقى؟ الطبيعي. ليه بقى؟ ليه؟ لان حصل تشبع في السنتين اللي فاتوا من نص 24 فيما قبل، حصل نوع من التشبع. وحصل ان الناس برضو كانت مستنيه ان يحصل كوريكشن للاسعار، لان في ناس سعرت على ازيد شويه. فقال لك لا، سعرت على 70 جنيه مثلا، يعني في الفتره دي في ناس سعرت على ده. فالعميل قال لك طب استنى يمكن الاقي حاجه مناسبه اكتر، او السعر هينزل اكتر، او تخفيض اكتر. وهو فعلا حصل نوع من التخفيض ونوع من التصحيح. يعني زي ما بتشوفي القسط على 10 سنين، ما هو ده نوع من التخفيض. لا، هو ما حصلش تخفيض، هو الاسعار بتزيد. لا، ما هو ده لكن المده بتاعت التسهيلات زادت. المده زادت معناه تخفيض. معناه تخفيض. ليه؟ لان العميل لو انا بقسط له على 10 سنين ويجي يقول لي طب انا عايز اشتري كاش، هدي له خصم 40 45%، ممكن يوصل 50%. فده تخفيض ولا مش تخفيض؟ صحيح. تخفيض. انما لو انا بقسط له على 3 4 سنين عمري ما هدي له ازيد من 20% خصم او 25%. فده نوع من تخفيض السعر بطريقه غير مباشره. طب ده يودينا بقى سؤال تاني مهم جدا. حضرتك قلت ان حصل تشبع لان اشترينا كتير قوي في السنتين اللي فاتوا. بالظبط كده. فاكيد العميل ده كان منتظر يستلم. طبعا في بعض المطورين اتاخروا في التسليمات، ده عمل شويه قلق للمستثمر، للمطورين اللي هم ما سلموش، ان هو طب انا هدخل في حاجه جديده ليه؟ طب ابقى استلم القديمه. فالتاخير دوت هل عامل من العوامل اللي قللت اللي عمل التباطؤ في البيع او في الاستثمار في العقار؟ لا، ده ملوش علاقه. بس ليه بقى؟ طب خلينا نقول الناس دي اللي اتاخرت. طبعا خلينا نقسم الناس كذا فئه. تمام. فئه في ناس هواه، او في ناس نيتها حلوه جدا ودخلت مشروعات بس ما عندهاش ملاءه ماليه، ما عندهاش حاجه تعمل كفرج لو حصل لها نوع من الخساره. تمام. فدول اللي اتاخروا وانا شايف ان هم كمان مستحيل يسلموا.
مطور جديد يعني، مطور أو جديد داخل على وما السوق عندوش جديد. ملاءه ماليه، وهو كان حسن النيه وكل حاجه، بس باع، عمل سولد اوت للمشروع بتاعه، وعامل حسابه ان هو مثلا المشروع بيتباع بمليار وهيتكلف عليه 700 800 مليون، ومكسبه 20 مليون او 200 مليون هيجوا له على على اللونج المده ل 20%. اتفاجئ ان المشروع اتكلف 3 4 مليار. طب ده هيعمل ايه؟ لانه كان بيبدا يلم اقساط وعلى السنين، فحصل التعويم، فده فعلا عنده مشكله، والعميل اللي معاه عنده مشكله. في شركات اخرى عملت ايه؟ كانت بتبيع مرحله، فاللي كان بيبيع مرحله ويبيع مراحل بعد كده، فده بيقدر يعمل متوسط ويقدر يسلم. في شركات اخرى عندها ملاءه ماليه، قال لك طيب انا لازم اغطي على العميل بتاعي واسلمه حتى لو على حسابي، وبدا وعوض من المشروع تاني. ويبدا ليه عنده يعني كان ارباح فاتت، فبدا يحط منها ممتلكات يبيعها ويكمل للعميل، وفعلا ده فده قدر، ده هيقدر يسلم. هيتاخر شويه عشان الكاش فلو بتاعه، لان انا عامل حسابي ان هيجي لي كاش فلو مثلا سي مليار جنيه يغطوا المشروع. تمام. فلقيت المشروع كلف 3 مليار، فانا محتاج استنى سنين تاني عشان يجي لي فلوس تاني. طب في المستقبل، في المستقبل الجمعيه حاطه خطه انها تحط ضوابط للحته دي لتاخير التسليم، سواء بقى انها تساعد المطور انه يسلم او تساعد العميل انه يستلم؟ لا، خلينا الجمعيه دي احنا عاملين الجمعيه المطورين العقاريين، اسسناها سنه من 2019. كنا حوالي 55 شركه، احنا وصلنا لحوالي 200 شركه تقريبا. احنا مقسمينها ان احنا نقدر نعمل تعاون ما بيننا، ونقدر نعمل علاقات جيده وننهض بالسوق العقاري، وعلاقات مع الدوله سواء وزاره الاسكان او الوزارات الاخرى المعنيه، او مع العملاء، وتنظيم السوق العقاري. ولكن اللي احنا بنطالب بيه فعلا اللي هو يقدر يظبط السوق العقاري ويحمي العملاء ويحمي المطورين من نفسهم، حتى اللي هو اتحاد المطورين العقاريين. لان اتحاد المطورين العقاريين ده هيبقى ليه لائحه وليه قانون، غير الجمعيه. الجمعيه ما يعني انت بتقدري تعملي توفيق اوضاع، تعملي اي حاجه، ولكن كلها عرفيه. ولكن الاتحاد هيكون ليه قوانين، وقوانين ملزمه، لانه بيبقى من الدوله. وده اللي بنطالب بيه ان شاء الله، يعني في الدوره البرلمانيه الجايه ان شاء الله يتبنوا هذا المشروع، ويطلع قانون اتحاد المطورين العقاريين اللي بقى له فوق ال 15 سنه يعني في الادراج. طبعا حضرتك حاطط خطه للاتحاد دوت ويبدا ازاي؟ لا، هي طبعا هيتاسس الاتحاد، هيتاسس مجلس اداره ليه، وهيبقى الاتحاد وشأنه بقى يبدا يتعمل له كبار المطورين يجتمعوا مع بعض ويحطوا الاسس واللوائح اللي هي تنظم السوق العقاري، زي اتحاد المقاولين، ما هو في فئه مبتدئه وفئه 6 و7 وفئه اولى وهكذا. يبدا يتنظم السوق العقاري بناء على الامكانيات وبناء على التحديات اللي موجوده يعني. فهمت حضرتك. طيب دلوقتي في نقطه، زمان كنا مثلا يبقى معايا مستثمر عقاري، انا ببيع مشروع يعني، المستثمر ده بيشتري في مشروع واثنين وثلاثه، لان هو اصلا بتبقى شغلته او استثماراته كلها حاططها في عقارات. تمام. فكنا لما نكلمه نقول له في مشروع نازل في الحته الفلانيه، ادخل استثمر فيه، ده كويس، كان بيدخل. تمام. دلوقتي حته التسليمات دي خليته اللي هو ايه، لما تيجي تكلمه يدخل في استثمار جديد يقول لك طب مش لما استلم القديم. فده خلانا برضو عندنا حته كده اللي هو ايه، سلم لي طب اللي فات. فحته عدم التسليم او التاخير في التسليم دي عامل مؤثر في القطاع العقاري. طب ما أنا زي ما قلت لك احنا هنصنف المطورين لثلاث اصناف. صنف ان هو اتاخر ومش عارف يسلم، ده مشكله كبيره جدا. وصنف اتاخر وهيسلم برضه، وده طبيعي، انا شايف طبيعي جدا، لان هو اصلا تكلفه المشروع عليت عليه، فلازم العميل يصبر عليه عشان يقدر يدبر موارد يكملوا المشروع بتاعه بالخساره. وفي مطور ثالث اللي هو عنده ملاءه ماليه ما فرقش معاه وعنده كاش فلو جاي مشروعات اخرى، فده بيقدر يسلم العميل في ميعاده. ولكن مش معنى للعميل ان اتاخر عليه التسليم ان هو بس بيبقى عنده رؤيه. هو راح يعني النهارده جه ميعاد تسليمه، بس لقى الشركه مخلصه الخرسانه والمباني وشغاله في التشطيبات. تمام. فده طبيعي جدا عادي، اللي هو المطور مش قاصد ان هو يتاخر. طب نقول للمشاهد او المستثمر تبص على ايه قبل ما تشتري عقار عشان تبقى بنسبه ضامن ان المطور قادر وعنده سابقه او عنده عباءه ماليه ويقدر ان هو يكمل مشروع زي ده؟ طيب احنا خلينا برضو احنا يعني زي ما اتكلمنا ان في السنه دي بنقول في تباطؤ المبيعات، في شركات باعت كويس جدا جدا جدا. طبعا في شركات كتيره باعت. طب الشركات اللي باعت دي باعت ازاي؟ عملت مده سنين طويله من 12، وانا سمعت ان كمان 12 سنه، وفي شركات سمعت انها على 16 سنه. طيب الشركه دي اللي عملت كده وهتسلم ولا لا؟ الشركات الكبيره بيبقى واخده غالبا شراكات مع الدوله. تمام. بيبقى الارض بالنسبه لها ما عليهاش عبء مالي، هي عليها عبء البنى،
فعشان عليها عبء الأونة فهي عايزة تحقق المبيعات في ظروف صغيرة جدا مع السوق اللي فيه تباطؤ أو فيه هدوء نسبي في المبيعات. فبتبدأ تعمل عروض مغرية جدا تخلي العميل اللي ما كانش بيفكر يشتري يفكر يشتري عشان العروض دي. طب هي هتغطي منين؟ هي ممكن المدة الطويلة دي مش هتغطي معاها التكاليف. هو بيعتمد على ان هو المرحلة دي بياخد ما كاش فلو منها، فلوس تعمله فلوس عشان يقدر يبني. وفي المراحل الثانيه هو باع مثلا 20% من المشروع، المرحله بقى ال 20% الاخرين يبدا يحقق ارباح ويبدا يعوض اللي فاته او اللي باعه سعر التكلفه في الجزء الاولاني. طب حضرتك مع ولا ضد المدد الطويله دي؟ لا 12 و15 لا هو 16 سنه. المدد الطويله انا معاها ان العميل ياخدها من شركه موثوق فيها. تمام. انما لو انت رحت شركه لسه حديثه العهد، اعرفها ازاي بقى؟ ده السؤال اللي بسأله حضرتك. يبدا يعرف مستثمر يعرف ازاي دي شركه تقدر وشركه ما تقدرش؟ السوشيال ميديا مش سايبه حد خالص. الشركات المعروفه معروفه ويقدر يبحث عنها، يبحث الكومنتات. ده انا لما باجي احجز ليله في فندق بشوف التعليقات من العملاء على الشركه وهي ليله في فندق وانا مسافر ليله. ما بالك ان ده العلاقه شراء العقار زي علاقه النسب بالظبط. انا النهارده لما بروح اخطب او اتجوز بدور على عيله اتجوز منها. ايوه. العقار كذلك، انت لما عايز تشتري عقار دي علاقه انت بتحط شقه عمرك فيها. لازم تنقي شركه تكون مضمونه، شركه يكون ليها تسليمات ويكون سعرها منطقي. يعني يكون ليها سابقه اعمال على ارض الواقع، سابقه اعمال حاجه اشوفها بعيني ومعروفه. ان انت هتروح تلاقي المكان ده موجود. طبعا انا ما بقولش الشركات الحديثه دي هتنصب او مش هتوصل، بس على الاقل يكون السعر منطقي. صح. طب هتقول لي السعر منطقي ازاي وانا كمواطن عادي اعرفه؟ ما انت لازم يكون معاك مستشار عقاري. انت رايح تشتري حاجه مهمه جدا، رايح تشتري حاجه ب5 مليون وب10 مليون وب20 مليون. صح. مش عايز يبقى معاك مستشار عقاري يقول لك ان السعر ده منطقي او الشركه دي هي اصلا يعني بتحلم او ما بتحلمش. لا مهم جدا ان يكون معاك مستشار عقاري. ولو انت مش عايز تجيب مستشار عقاري، عايز توفر محامي وتوفر مهندس وتوفر واحد يرشدك، يبقى انت على الاقل ذاكر انت رايح بتعمل ايه. ابحث عن الشركه دي، شوف ليها تسليمات. وكمان بقى حاجه مهمه جدا طالما بنتكلم العميل يعمل ايه. العميل لازم اول حاجه يدور على الامان اللي احنا قلنا عليه. الامان. حلوه الكلمه دي، الناس كلها محتاجاها دلوقتي. نمره واحد الامان. يعني ايه الامان؟ ان انت تروح لشركه محترمه ليها تسليمات. تمام. نمره 2 الموقع، تنقي موقع مناسب. لان انت الموقع المناسب ده انت في يوم ما احتمال كبير انك تبيع الوحده العقاريه بتاعتك، سواء كانت شقه او مقر تجاري او اداري وات، عشان هتعمل ابجريد، عشان اللي هيجي بعديك يشتري منك لازم يلاقيه مناسب. يعني الامان دلوقتي في ان يكون موجود تسليمات سابقه. نمره واحد الامان. نمره واحد. وبعد كده نتكلم. نفترض في اي سعر حتى مغري جدا جدا ومفيش امان، لا طبعا. انا احط ليه فلوسي في مكان في احتماليه ان هو ما يكملش، ما عندوش خبره في التقلبات اللي ممكن تحصل. يبقى لازم يدور على الامان. صحيح. نمره واحد. نمره 2 الموقع. نمره 3 يعرف ان الشركه دي ليها يشوف الاداره والصيانه بتاعتها بقى مهم جدا. طب الموقع دي بس الموقع دي نقطه مهمه. الموقع دي يعني موقع في منه تاني، يعني مثلا منطقه جديده بتفتح بيبقى في منها كتير. حلو. طب ولا موقع فريد مفيش لا تاني منه؟ يعني نفترض مثلا انا النهارده عايز اسكن قريب جدا. تمام. يبقى انا اروح منطقه يكون العمار فيها كويس. يعني فيها خدمات وفيها بحيث ان انا بعد 3 سنين بعد 4 سنين ان انا اقدر اسكن. لما في مناطق لسه العمران فيها ما راحش قدامه 10 سنين على ما يسكن. صح. على ما المنطقه تعمر ويبدا يخشها المرافق ويبدا يخشها الخدمات والسوبر ماركت والمدارس والمستشفيات. فده يبقى العميل عارف دوت. يعني حتى وهو بيدفع فلوسه يبقى هو عارف ان هو بيستثمر ولا هيسكن. استثمار طويل الاجل. انما النهارده انا عايز اسكن قريب يبقى اروح اماكن مأهوله بالسكان ومأهوله بالخدمات. عايز استثمر تجاري واداري برضو اروح مكان مميز جدا. انا بفكر مكان العميل. انا لو عميل هروح حاجه لجوه ولا حاجه بره على الطرق الرئيسيه او حاجه سهله الوصول ليها، حاجه اقدر اركن فيها ولا ما اقدرش اركن فيها. بالاضافه الى ذلك هل فيها براندات ولا ما فيهاش، هل فيها صيانه واداره ولا لا. ده بيكون بقى هي دي سابقه اعمال المطور. فمهم جدا العميل يعني عشان فلوسه غاليه عليه جدا ان هو يفكر في الحاجه المضمونه، ويفضل يكون معاه مستشار عقاري. هو المفروض البروكر يكون هو المستشار العقاري بتاعه طبعا. بس للاسف الشديد احيانا البروكر بيشذ عن هذه القاعده ويجري ورا العموله. احنا مش بنعمم طبعا العموله الاكبر، لكن بتكلم انا برضو فرصه. البروكر ده عليه مسؤوليه كبيره جدا طبعا. لان هو ده اللي بيبقى فاهم السوق،
هو فاهم العميل ده هيسلم ولا لا، فاهم العميل ده عليه المطور ده عليه علامات استفهام ولا لا، هو بيبقى عارف لان هو في السوق العقاري. طيب كنت سالت حضرتك من شويه سؤال، قلت لك مع امضه الفترات الطويله ال 10 وال 12 وال 15 سنه، لانه السؤال ده ليه مهم؟ لانه ال 10 وال 12 وال 15 سنه خلينا واقعيين، هو بيحط او المطور بيحط على العميل فايده المده. تمام. يعني دي مثلا ثمنها 100 جنيه لو هتاخدها دلوقتي، طب لو هتاخدها على 10 سنين هيبقى ثمنها 500 جنيه. طيب بصي هقول لك حاجه، كل الناس يعني للعميل انا مع المدد الطويله، بس للعميل. الشركه تكون مضمونه لو انا عميل. ماشي، بس هو لو أنا هيحط عميل. عليه سعر الفايده، لا يعني مش لو مشكلة. ثمنها الحقيقي 100 مش جنيه ما هياخدها انا ب هقول لك 500 جنيه. ما انا هقول لك مش مشكله ليه؟ لان انا مثلا شخصيا انا عايز اشتري عقار اسكن فيه، تمام. فبروح اخد تمويل عقاري بيبقى محمل بالاعباء. فهمت قصدك. بس انا شايف ان انا عندي يعني انا كمطور عقاري مثلا ببيع باقساط، فانا هيجي لي اقساط، فانا اقدر ادفع هذه الاقساط. حضرتك عارف ان في بعض المطورين بيدوا على الكاش او خصم. الفوري ايوه. خصم 50 و60%، ده معناه ان سعر العقار بنص الثمن اللي انا بشتريه على ما هو المده، صح؟ ما هي الفكره، نفترض العقار ده ب 10 مليون جنيه، اه. انا معيش ال 5 مليون جنيه اشتريه دلوقتي كعميل، مم. بس اقدر اقسطه على 10 سنين، انا هيكون دخلي زاد وعارف ان اللي هي دخل هيجي لي، انا ببقى حاسب كده، فانا هاخده على المده الطويله حتى لو عليها اعباء ماليه. تمام. انا بقى كمطور ابيع بالمدد دي ولا لا؟ كل مطور ليه حسبته. ماشي. يعني كل مطور ليه الحسبه بتاعته. لان كمان قيمه القسط بتقل جدا، فهو برضو لو هو معتمد على الفلوس دي عشان يبني او يسلم ما هو المطور طبعا بيبقى عنده دفعات، اصل احيانا الرقم ال 10 سنين ده بيكون رقم وهمي، احيانا تمام. بيكون فيه دفعات في النص. لا هو بيبقى فيه دفعات في النص. ايوه، ما الدفعات دي بقى ايه، ودايما المطورين بيبقوا متفقين ضمنيا ان التسليمات دايما على سداد حوالي من 60 ل 65%. فهو بيعتمد على الدفعات، على الدفعات اللي بتيجي في خلال المده ديت، اللي هو يسد اقساط الارض ويسد ويعرف يبني، فبيبقى ليها حسبه. يعني المطور لازم يكون معاه مدير مالي قوي جدا بيحسب له الحاجات دي. انما هتقولي انا مع القصير والطويل، كل وقت وليه اذان. يعني انا ساعات ايه، مثلا انا شخصيا بقسط على 10 سنين، بس حد هيديلي 35% مقدم. ما خدي بالك المقدم ده. بس حضرتك مثلا اللي معاه كاش، يعني المدد الطويله دي للي عايز اقساط قليل، لو معاه كاش او معاه سيوله ياخد على 6 سنين او 7 سنين، حاجه تنصحه اكيد ان هو ياخد 6 سنين 7 سنين عشان يقلل على نفسه، لانه هياخد خصم. دكتور ايه، كل عميل ليه ظروفه، كل الانظمه اللي مطروحه، كل واحد ليه بيفصل على نفسه نظام مالي يناسبه هو. يعني المطور بيفصل انظمه ماليه تناسبه، والعميل كذلك. فانت ما فيش حاجه اسمها احسن واوحش. لا، في واحد تاني يقول لك لا يا عم فوائد البنك انا مش عايز فوائد البنك، انا اديني كاش دلوقتي وادفع مره واحده وخلاص. بس خد بالك انت بتدفع مره واحده لازم تكون شركه مضمونه جدا، وطالما بتدفع مره واحده روح بقى خد حاجه مش تحت الانشاء. صح. خد حاجه تشغلها بقى. لا، وفي برضه فكر بيقول انه حتى لو الحاجه بالفايده احسن من ان انا احط فلوسي كلها دلوقتي او اجمد فلوسي، لا انا ادفعها على 10 سنين بالفايده احسن ما اجمد فلوسي، احط بقيه فلوسي دي في استثمارات تانية. يعني دي ما نقدرش نحسبها خالص. صحيح. يعني كل العميل بيبقى ليه ظروف والمطور ليه ظروف. طيب. فكل واحد بيحسب على ظروفه. هو للاسف وقت فقرتنا خلص. طبعا في اسئله كتير حابه اسالها حضرتك، وفي معلومات كتير عند حضرتك حابين نتعلم منها ونستفيد منها. بس اخر حاجه تقولها لنا، بس تقولها للمشاهد سريعا جدا، هي ايه الاوراق او الاوراق المهمه اللي اطلع عليها او اشوفها قبل ما اخد قرار الشراء؟ طب اول حاجه انا احب اقول للمشاهد ان الوقت ده وقت شراء. تمام. ليه وقت شراء؟ لان المنافسه شديده جدا جدا بين المطورين. طالما المنافسه شديده فالعميل هو المستفيد. صحيح. فده بالنسبه له وقت شراء. الاوراق المهمه جدا ان اول حاجه ان الشركه تكون مضمونه، معروفه، حسب السمعه، عملت تسليمات قبل كده، يطلع على رخصه العقار او على اوراق العقار حتى لو هو ما طلعش رخصه، ويطلع على الملكيه، يكون ملكيه هادئه ومستقره، ملكيه الارض ورخصه البنى يعني. فهو لازم ياخد معاه مستشار عقاري او مهندس ومحامي يقدر يطلع له على الكلام ده بس كله. بس مبدئيا لازم يشوف ملكيه الارض ورخصه البنى وقرار الوزاري. بالظبط. ويكون معاه حد برضو يقدر يعمل له دراسه جدوى على الحاجه اللي هياخدها، يعني صحيح. يعني يقول له الكلام ده بروميسنج ولا لا، يعني واعد ولا لا، هيكسبه ولا لا، لان برضو مهما كان العميل ممكن احيانا كتير جدا مبقاش عنده الخبره الكافيه عشان ياخد القرار المناسب في شراء الوحده السكنيه او التجاريه يعني.
انا حابه طبعا اشكر حضرتك على الفقره المليانه بالمعلومات دي، ولسه في اكتر ان شاء الله الفتره الجايه. اتشرفت بوجودك يا باشمهندس. شكرا ليكي وشكرا للعاملين بالبرنامج والساده المشاهدين. طبعا رئيس جمعيه المطورين باشمهندس محمد البستاني كان منورنا النهارده في الاستوديو، فادنا بجزء من المعلومات اللي عنده، حابين نعرف اكتر منه. ان شاء الله يبقى في لقاءات تانية. بنشكرك على الفقره الغزيره بالمعلومات. شكرا. أنا جيت أتكلم معاكم عشان النهاردة يوم مختلف، وحبيت إن أنا أشارككم الاحتفال وأشارككم التعاقد اللي عملناه النهاردة مع شركة ليسيو الصينية. شركة ليسيو الصينية دي من الشركات القوية الرائدة في مجالات التطوير البنية التحتية والطاقة البديلة والطاقة الكهربائية. كان طموحاتي إن أنا أوفر للعميل أو العميل اللي يسكن يبقى عنده الخدمات اللي تقدر تخليه يبقى ساكن في مكان مش مكلف بالنسبة له. تم بحمد الله التعاقد مع الشركة الصينية ليسيو، وهي الشركة المسؤولة عن البنية التحتية، وهيكون أول ظهور ليها في مصر في مشروع بالم كابيتال اللي تم فيه الحمد لله الإنشاءات بنسبة 70%. وحابب أشكر كل القائمين على المشروعات بتاعتنا في جميع المشاريع. شركة ليسيو دي من أكبر الشركات في البنية التحتية واللاندسكيب والسمارت والطاقة البديلة والطاقة الشمسية. بفضل الله النهارده عقدنا معاه مشروع بالما كابيتال على أرض الواقع. ورجعنا لكم بعد الفاصل تاني، وكنا بندور على مطور يبقى مثال للي احنا محتاجين نشوفه دلوقتي. اللي هو ايه؟ اللي هو المطور اللي عنده سابقة أعمال موجودة على أرض الواقع، منها اللي متسلم وساكن وعايش، ومنها اللي لسه هيتسلم، ومنها اللي موجود على أرض الواقع ونقدر نشتريه ونستلمه فوري. كنا محتاجين المطور اللي عنده خبرة سنين طويلة يحكي لنا شوية عن تقلبات السوق اللي فاتت واللي جاية والتوقعات. كنا محتاجين نتكلم مع مطور يكون شغال على مشروعات دلوقتي على أرض الواقع، يقول لنا وضع السوق الحالي إيه، ويكون عنده الخبرة بتاعت السوق الحالي. هل السنين الطويلة أحسن؟ هل السنين الأقل أفضل؟ كل بقى التفاصيل اللي احنا محتاجين نعرفها. ولقينا الكلام ده كله موجود معانا في ضيفنا اللي هيكون منورنا في الاستوديو، رئيس مجلس إدارة شركة تي جي ديفلوبمنتس الباشمهندس أشرف طاحون. ونرحب بحضرتك الأول. أهلا وسهلا بك دكتورة، وأهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بيك. هنبدأ كلامنا شوية عن سابقة أعمالك. احنا نعرف إن حضرتك متواجد في السوق بقالك أكتر من 20 سنة. بإذن الله. ليك مشاريع موجودة على أرض الواقع. فين بقى الأماكن فين؟ أنا مشاريعنا موجودة، عندي مشاريع في القطامية، التجمع، الشروق، متواجد طبعا في الأحياء القديمة بالنسبة لنا زي مدينة نصر، مصر الجديدة. يعني كل المناطق الحيوية اللي فيها سكان وزحمة والحاجات يعني دي ساكنة وشغالة. أنا كمطور يعني إيه بحب دايما يبقى إيه مشاريع متنوعة، بحيث يبقى أنا أقدر إيه يعني يبقى ما فيش عميل ما يبقاش كل تنوع المنتج زي ما بيقولوا. طيب احنا بدأنا فقرتنا بتعاقد لحضرتك في مشروع من مشروعاتك، تعاقد مع شركة كبيرة صينية. الأول عرفنا المشروع اللي تم فيه التعاقد. بص حضرتك، دي الشركة الصينية دي طبعا شركة لها خبرة كبيرة جدا في مجال الطاقة البديلة والبنية التحتية والطاقة الشمسية والكهرباء بقى بجميع مشتقاتها. والتعاقد ده على مشروع معين ولا مشروعات كتير؟ لا، ده المشروعات كلها. مشروعات كلها، مشروعات تي جي بس كلها. كان بدايتي مع مشروع كابيتال. مشروع بالم كابيتال؟ دي طبعا من الشركات طبعا اللي لسه متواجده، بس داخله مصر جديده، مصر داخله مصر جديد. بس يعني طبعا حبينا احنا نبقى اول طبعا متواجدين معاها، وهيبقى اول ظهورها معايا في مشروع كابيتال.
يعني بالم الشركه كابيتال. السنه دي اول ظهور ليها في مصر من خلال بالم كابيتال باذن الله. هتقدم الطاقه البديله. الطاقه البديله. اه انا عايز ممكن اعملها. بس نشرح للمشاهد كده الطاقه البديله دي اللي هي ايه؟ انا عايز اطبق الموضوع ده عندي في مشروع بالم كابيتال. مم. بالم كابيتال ده مشروع على 18 فدان، مم. عباره عن 24 عماره. تمام. طبعا عدد السكان فيها طبعا حوالي 800 اسره. طبعا احنا واخدين دايما على ان العميل لما بيسكن في اي مشروع او اي كومباوند بيحملوا الكهرباء اللي في الشارع والفيلا الديسكيب والمداخل والحاجات الكهرباء اللي هو ما بيستفيدش بيها كهربة الكومباوند. الكومباوند. دي كلها بتتحمل على الصيانه وبتتحمل على الحاجات دي كلها. فانا طبعا لما تواصلت مع الشركه ان احنا نقدر نعمل الكومباوند كده بالطاقه الشمسيه، بحيث ان كل الكهرباء اللي موجوده في الكومباوند ما تبقاش حمل على العميل او من جيب العميل. دي كلها تبقى بالطاقه البديله، ونبقى من بدايه الانشاءات وبدايه التنفيذ نبقى احنا عاملين حسابها. طب اختيارك لتعاقد زي ده يقول ان حضرتك شخص بيهتم بالتفاصيل بالظبط. لدرجه ان انت بصيت على التشغيل قبل ما تخلص اصلا المشروع وازاي يبقى مفيد للمستثمر او للساكن عند حضرتك. بص انا الحمد لله كل اللي انا عايز احافظ عليه او اللي انا عايز يعني يبقى البدايه في الكومباوند. مش معنى الكومباوند مثلا في ناس يقول لك ايه اصل في الشروق، لا، انا بعتبر الشروق دي بالنسبه لي كانها في التجمع في احسن حته. طبعا انا بختار اللوكيشن دايما او الموقع بتاع الاراضي او الكومباوند دايما بختاره بطريقه مميزه عشان العميل يبقى يعني فاهم ان ده مكان كويس بالنسبه له، فيبدا ده بيساعدني في موضوع التسويق او موضوع الايه. طب احنا شايفين ان المشروع على التقرير اللي شفناه فيه انشاءات عاليه، فاحنا تقريبا بنتكلم عن نسبه انشاءات قد ايه؟ انا في خلال سنه ونص عملت حوالي من 60 ل 70%. في سنه ونص. في سنه ونص. اقل من سنه ونص كمان. وده بالنسبه لي يعني ايه طبعا معدل قوي، واحنا عندنا امكانيات اكتر من كده. طبعا المشروع ده ما كانش حد متخيله، كان على جبل صخر. وده من الحاجات اللي كان يعني في مطورين كتير شافت المشروع خافت منه، لانه كان تكلفته كتكلفه قويه جدا، ونسبه انجازه كانت هتبقى صعبه، اي مطور صعبه جدا. بس الحمد لله احنا يعني قدرنا نستفيد بالعيب حولناه لميزه. قدرت اقدر نعمل المشروع ده بدل ما اهد الجبل ده كله، لا انا ممكن اقدر اتعامل معاه وان انا اعمل كومباوند على منطقه عاليه. يعني حضرتك قدرت في توقيت احنا اصلا بنتكلم فيه عن ان في مطورين يتاخروا في التسليم وفي مطورين متعثرين وفي قصص دايره دلوقتي في 2025 عن ان في تاخير في التسليمات في بعض المشاريع والكلام ده كله، حضرتك قدرت في التوقيت دوت اللي هو في تغيير في سعر الصرف وفي ثبات وفي نزول وفي طلوع انك تطلع المشروع في سنه ونص، ده قدرت تعمله ازاي؟ طبعا موضوع انا ده اتعاملت ازاي. اول حاجه يعني طاقم العمل اللي معاكي او طاقم المهندسين كاداره لازم تشتغلي في كل الايه يعني كنت بشتغل حفر مع خرسانه مع مباني كله في توقيت واحد. فده يساعدك مع تكسير الجبل، مع تطوير الشوارع والاسوار. ما تنفعش في مطورين جدا يقول لك ايه طب انا اشتغل خرسانه الاول وبعدين اعمل الشوارع وبعدين اعمل الطوب، يبدا ده بيعملوا عمليه ايه بطء في الانشاءات او بطء في التسليم. الموضوع المطور مش موضوع انت بتبقى طبعا بتيجي تبيع العقد للعميل او بيع الكومباوند او الشقه، بتبقى مديله للعميل. لازم تدي للعميل الصراحه، يعني دايما في الحاجات دي للعميل الصراحه. انا والله بديك عقد مثلا على 3 سنين ونص، اول سنه ونص اول سنتين اقول لك اعمل لك اللي هي الخرسانه، السنه ونص التانيين بعمل التشطيبات، 6 شهور الاخرانيين بعمل الاسوار والايه والمرافق. تمام. وبتدي برضه 6 شهور سماح، العميل بيقدر يستحملك. وطول ما العميل شايفك ان انت قادر وشغال في الموقع على ارض الواقع، العميل عنده قابليه لان هو يبقى مطمن، ممكن يساعدك كمان، يمكن يساعدك. وبالعكس ممكن يبقى هو اللي بيجيب لك الداعم اللي حواليه كمان. بالظبط، الداعم، لانه حاسس ان انت عامل ايه، عامل مجهود اللي عليك. امتى العميل بيفقد ثقه في المطور؟ لما يلاقي المطور ما بيبادلوش نفس الشعور. هو بيبادله بالتزامه بالاقساط، التزامه بالتعاقد اللي بينه وبينه. العميل طبعا ده عامل اللي عليه. انت كمطور المفروض تعمل ايه؟ تقابله بنفس الايه المبدا.
استخراج للاوراق ان حضرتك اشتغلت بالتوازي بالحاجات مع بعض، يعني حضرتك قلت انا اشتغلت الخرسانه مع الطوب الكلام ده من واقع خبرتك السابقه في ال20 سنه؟ يعني هل الخبره ليها عامل ده ان انت اساسي تطلع كومباوند، اساسي. ولا ممكن انا مثلا ادخل المجال واقدر اطلع بص يا دكتور كومباوند؟ آية، في مطورين كتير قوي ظهروا، محترم ليك، هم كانوا يعني ايه، اقول لك بصراحه مش مقاولين، مم. او ما هواش عنده خبره في الانشاءات، وده خطا. ده أو بيفرق بقى، بيفرق بيفرق. جدا. اه يفرق. ده هو العامل الوحيد للنجاح، الخبره. الخبره. اه مفيش حاجه من غير طب خبره. ما انا عشان اخد خبره لازم ابدا مشروع، او ابدا يعني ما هو لازم ما يبقاش عندي لا خبره عشان يبقى عندي خبره. بص، ما هو انا ما خاطرش بفلوس الناس، ما اكونش انا اه ما اكونش انا مثلا لسه بادئ اروح مثلا ايه، عشان نجحت ان انا اقدر ابيع المنتج او ابيع الارض دي، مثلا عندي 20 فدان، انا نجحت ان اقدر ابيعهم، ان اقدر اشغلهم. لا، مم. امتى؟ مفيش حاجه بتطلع الا خطوه خطوه. ابدا اخد خبرتي من عماره، من مساحه صغيره، من منشأ احنا ابتديناها من بيت صغير. اه اما الخبره ما جاتش في يوم وليله. مم. مع احترامي لجميع المطورين، ان كان اكبر الشركات المصريه، لما تيجي تبص لاصحابها هتلاقيهم بداوا صغيرين جدا مم. وبقوا النهارده عظماء. فدي مم. بترجع لايه؟ لبدايتك، وبدايتك صح. ما تقولش ما تستعجلش. يعني انا بنصح اي مطور هو ما يستعجلش. مم. استعجالك ممكن يوقعك، بدليل في مطورين كتير جدا وقعوا الفتره اللي فاتت دي لحتى حساباته. مم. يعني يعني في مطور ما خدش باله من تغيير الاسعار، فرق سعر الدولار وفرق سعر الصرف وفي مطورين افتكروا المقدمات والفلوس اللي دخلت لهم دي دي مكسب، بتاعتهم. فبداوا يتعاملوا وده بيها. اكبر خطا وقع فيه. اه يفتكر ان مثلا ايه، دخله مثلا خزنته نص مليار او مليار جنيه، مم. وان هو معاه حافظه شيكات مثلا ب 3 4 مليار جنيه، وفجاه يحس الفلوس دي بتاعته. لا، الفلوس دي انت بعد ما تسلم للعميل هي دي فلوسك. اه اما طول ما انت كده، لا، انت هتحط من جيبك كمان. على فكره عايزه اقول لحضرتك حاجه، دي فكره اصلا البرنامج بتاعنا، ان ازاي تبدا صح. فانت دلوقتي تقدر تقول من خلال برنامجنا للمطور اللي بيبدا طريقه ازاي يبدا والله صح. هو عنوان جميل. اه يعني ماشي. ودي حقيقه. يعني فعلا ازاي تبدا صح، لانك انت لو ما تبتديش صح يبقى انت هتنتهي غلط، اه او انت هتوصل لنفق مظلم مم. مش هتفوق منه. مم. وساعات ممكن تكون في ناس بتتخدع. اه يعني في مطور بيتخدع ان هو بقى فجاه، ولما ينزل على ارض الواقع في التنفيذ يلاقي الموضوع صعب وجبل كبير مم. صعوده صعب. مم. فده يا عيني بيجي بيتصدم وبيقع، وبيبقى سهل ان هو يعني انت شايف ان البدايه الصح يبدا ببيت، ثم منشاه، ثم عماره، ثم بالظبط. مش لازم يبدا بكومباوند، مش لازم يبدا بمشروع كبير او مره او واحده. انا مش معترض كده، بس ابدا ايه، استعين بقى. ايه الاستعانه؟ انا راجل مثلا راس مالي، معايا فلوس اه وعايز اعمل كومباوند. مم. ما ينفعش ابتدي انا حتى لو معايا فلوس، الموضوع مش موضوع فلوس. مم. قصه انت فاهم ايه؟ مم. طيب انا مش فاهم، اجيب الفاهم بالشراكه. زي مثلا مطورين كتير قوي بياخدوا اراضي شراكه، هو اصلا تلاقي مثلا يقول لك انا صاحب كومباوند، رغم ان هو مش هو اللي بيبنيه. اه هو جاب شركه، مم. مطور عقاري، عنده سابقه اعمال، عنده خبره في التسويق، عنده خبره في الانشاءات، عنده خبره في جميع المجالات. يبدا يقول له انا عندي قطعه ارض اديها لك مقابل ان انت تاخد منها 60% 70%، ايا كان الاتفاق وايا كان موقعها. اه من هنا هو بيتعلم. ممكن بقى التاني كومباوند ليه او تاني مرحله ليه يبدا من هنا، يبقى ايه، طب هو اللي انت بينافس. بتأيد دخول مستثمر معاك، ولا يعني تحب تشتغل انت لوحدك، ولا دخول المستثمرين انا بيدعمك معايا او مستثمرين، مفيد؟ انا معايا مستثمرين معاك بالفعل مستثمرين. طبعا. طب ده مفيد وبالعكس في ايه؟ حته المستثمر، هو بصي، المجال بتاعنا ده، مجال التطوير ده مجال واسع جدا، اه ومجال آه، يعني بحر. مم. فمهما تحط فيه هو قابل. يعني في مثلا مؤسسات مثلا يقول لك لا والله دي اخرها 100 مليون، ده مم. اخرها مثلا 50 مليون، مم. ده حجم راس المال بتاعها، وبعد كده هي بتكسب وتشتغل. ايوه لا، المجال بتاعنا ده لا، انت معاكي كام؟ مهما تكون حجم راس مالك موجود، العمل بتاعه موجود، على ارض الواقع شغله اه موجود، انشاءاته. لا، ما تقوليش كام. انت قولي يعني انت قولي انت معاك مهما كام. كان برضو اضافه انه يكون موجود مستثمر، لان حتى لو مهما كانت الرقم اللي مع حضرتك او عباءتك الماليه، وجود مستثمر برضو بيدعم وبيخليك مثلا زي تعاقد زي اللي حضرتك عملته مثلا دوت، بتخليك بتهتم بالتفاصيل وتحسن من انا مشروع مشروعك. باربي كابيتال اصلا واخده بالشراكه اه مع مؤسسه
هي ما عندهاش القدره او ما عندهاش التنفيذ، مم. وانبهرت من الشغل، مم. ونفسها تنفذ مشاريعها كلها كده. طيب في معادله صعبه المطور بيدخل فيها، عايزين نصيحتك بقى في المعادله دي. المعادله دي بتقول ايه؟ في مطور يجي يقول انا اول سنه مش هبني. ليه مش هبني؟ عشان انا اول سنه دي دفعت ثمن الارض، دفعت تسويق الارض، دفعت الاستشاريين اللي بيرسموا، ودفعت الاوراق والاجراءات، دفعت كل الكلام ده. خلي بالك انا قلت فانا لك لو بدات انشاءات هخسر في الوقت ده. يجي بقى الصدمه ان يحصل تغيرات في الاسعار، فيلاقي نفسه كان ماشي في حته بقت في حته تانية خالص. بص حضرتك، استنى بس انا لسه ما خلصتش. بقيه المعادله بقى يجي مطور تاني يقول لك لا انا هبني في اول سنه، فيلاقي نفسه اتضغط جدا ان هو يعني كل ده من جيبه، لان هي برضو خد بالك المقدمات ما بتغطيش. فهو يبدا في اول سنه ولا ما يبداش في اول سنه؟ ولو مش هيبدا في اول سنه نصيحتك ليه ايه عشان يضمن لو حصل تغيرات؟ انا شرحت لك في الاول بس ما خدتيش بالك. قلت لك دايما العميل او دايما قصدي المطور يتعامل مع الكومباوند لازما بايه، بنسبه انجاز. طبعا حته اول سنه او تاني سنه المفروض هو خطته ايه. انا هشتغل تاني سنه ماشي، انا هشتغل بعد سنه ونص برضو ماشي محترم، بس الفتره اللي بعدها ايه بقى؟ الاسلوب بتاعك في التنفيذ ايه؟ هتضغط ولا يعني هتشتغل ازاي؟ في الاول اخر انت ما تطلعش بره دايره العقد بتاعك. انت مدي للعميل مده المده دي العميل اقول لك على حاجه، العميل كويس والعميل طيب والعميل محترم والناس طيبين، واي عميل بيستحمل مطور، بس ايه؟ بيشوفك على ارض الواقع. المهم انت مثلا مدي العميل 3 سنين ونص، ممكن يبقى 4 سنين، بس ما يبقوش 6 سنين، ما يبقوش 7 سنين. صح هو ده مهم الخطوره جدا دلوقتي. هو ده الخطوره. هو ده يبدا بقى سمعته تروح من هنا، يبدا هنا العميل يبدا يقلق منه، تبدا المشاكل تبتدي من هنا، ففجاه مشاكله تكتر، سمعته تروح، يبدا يقع من هنا. يعني حضرتك شايف ان مش هي دي المشكله يبدا دلوقتي ولا يبدا كمان سنه؟ بالظبط. هي المشكله ان انت تبقى حاطط خطه اصلا للمشروع من اول يوم انت بتبدا. اقول لك على حاجه، في مشاريع كتير قوي كانت مع ناس كل ما يروح الارض يلاقيها فاضيه، كل ما يروح الارض يلاقيها فاضيه، وفي سنه ونص فجاه لقى الارض اتبنت. يعني مشروع كابيتال مثلا هو في سنه ونص اتبنى، في سنه ونص اتهد جبل طوله اكتر من 10 متر، اتهد واتبنى مكانه عمارات، فده انجاز. فلو كان كل مطور هيبقى بالاسلوب ده العميل هيبقى له تقديره. خلي بالك، بص العميل ده هو راس مالك مش الفلوس. عايزين نقطه ونصيحه لاي مطور، عميلك هو راس مالك مش فلوسك. انت ممكن تبقي مثلا معكيش اي فلوس خالص نهائي، بس تقعد مثلا دكتوره مثلا ايه، ممكن مثلا اي شخص يشاور على حته ارض يقول لك يا جماعه انا ناوي اخد الارض دي. ايوه. فجاه العملاء كلهم تديله راس مالها اللي معاه، بس هو عارفين ان الشخص ده شخص مؤتمن، شخص عنده القدره ان هو يحافظ على فلوس العميل، بيتحمل المسؤوليه، عنده رؤيه للمشروع. وده هيرجعنا تاني لسابقه الاعمال. بالظبط كده، ان يكون عندك سابقه اعمال تبني عليها الثقه وثقته للعميل. العميل لو وثق في شخص هيطلعه السما. طيب ولو الثقه اتفقدت هينزل سبع ارض. طيب احنا دلوقتي بنشوف ان المطور مش بس دوره انه يبني، لا كمان حضرتك ليك دور مهم قوي في ان انت تجذب سواق المستثمر من بره مصر يدخل مصر باستثماراته في السوق العقاري، وليك دور ان انت تجذب العميل اللي هو بيشتري منك وحده، انك تجذبه بالعروض او ايا كان ان هو يشتري وحده من عندك في المشروع. انت كمطور عقاري تقدر تعمل ده ازاي؟ يعني تجذب مستثمر يجي لي مصر ازاي او يدخل فلوسه مصر ازاي، وتجذب العميل يشتري منك ازاي؟ بص، اول حاجه جذب العميل بيرجع لتنفيذ المشروع او الايمج اللي بتعمله في الكومباوند بتاعك، بتخليه وضعه ازاي. هو ده اللي بيجبر العميل، لانك النهارده انا معايا فلوس، اشتريت عندك شقه، فجاه الشقه دي بعد سنه بقت بجنيه. بس دايما يعني حد برضو عشان برضو ما حدش ياخد الموضوع ده عليها، نسبه استثمار العقار مش اقل من 2.5 سنين او 3 سنين. ما فيش واحد مثلا يجي يشتري شقه النهارده ويقول لك عايز اكسب فيها، لا، لازم يشوف المشروع على ارض الواقع، لان هو بيشتري في البدايه عشان ياخد سعر وياخد نسبه تقسيط
وياخد على فكره الجزئيه اللي حضرتك ذكرتها دي من ضمن المشاكل اللي احنا بنواجهها بشكل كبير قوي في السوق العقاري دلوقتي، اه وهي ان العروض اللي اتعملت طبعا هايله، بس وصلت ان المقدمات تبقى بارقام صغيره جدا، 100,000 و150,000 واقل كمان، ان انا اشتري عقار. والله انا بعتبر الموضوع ده سحر. فبنيجي ندفع اول قسط، تاني قسط، تالت قسط، مش قادر ابدا اعيد بيعها، لا ما زادتش، مش عارفه ابيعها، انا عطلان، انا مش عارفه اعمل ايه. فالنقطه دي احنا حاسين بيها جدا. ما هو فحضرتك تقدر تقول لنا برضو انت شايف النقطه دي ازاي؟ يعني تقليل المقدمات في صف العميل ضد العميل، وانا بص على اتجنب حاجة. حاجه زي كده ازاي؟ انا بحب افهم المشاهدين او العملاء، ده بيعتبره سحر. اه هي بيقول لك تعددت الاسباب والموت واحد. ايوه هيقول لك ابتدي صغير وهتكبر، طب لما تكبر هتاكل قد ايه؟ ايوه صح. ما هي مش مساله ايه، انت انا ابتديت معاك مقدم 1%، طب ماشي وبعدين و10 سنين، طيب نحسب الشقه، هتلاقي حضرتك ان انت طب لو انت اداني 7 سنين ب 100,000، طب لو 8 سنين 120,000، طب لو 10 سنين ب 180,000، ب 200,000. ففجاه النهارده طب انت النهارده انت بتسد، طب بعد سنه واتنين، فالعميل يبدا هنا بقى يقع من الشقه. هو استسهل الرقم في الاول، بالظبط كده. لقى انه هيدفع 100,000 جنيه انا ولا وانا 200,000 قاعد جنيه بالظبط سهله. 200 ايه ده بيحول انستا باي، هو قاعد هو آه. قاعد عمل حول انستا باي، مضى شقه، افتكر ان الشقه دي بتاعته، مش بتاعتك. الشقه دي تفضل لسه تقرا شروط العقد، مجحفه وانتحار. تاخيرك وعطلتك هترجعك بقى، تيجي تسترد يبقى انت خسرت. طب سريعا قول لنا العميل اللي بيشتري يقدر يعيد بيع بعد قد ايه بالظبط في جمله؟ يعيد ايه؟ يعني انا دلوقتي انا بشتري كاستثمار، اقدر ابيع تاني بعد سنه سنتين، ولا امتى اقرر ابيع؟ يعني وانا بشتري عقار ابقى عامله حسابي ان هدفع كام قسط؟ بص عشان نبقى واضحين وابقى صريح مع العميل، طول ما المطور بيبيع في المكان الريسيل هيبقى صعب. مش صعب بالقوه اللي الناس فاهماها. يعني في مشاريع ممكن تنباع في خلال 6 شهور. في مطورين كتير بيطرح بالحجز، مش بس لو عامل مراحل تقريبا المشروع عشان اخلصه ببيعه في 4 سنين مثلا. الله عليكي. فاول 4 سنين او 5 سنين ما افكرش اعيد بيع. بالظبط. لا بس انت برضو ايه، ممكن نسبه الريسيل ممكن تبيعيها، بس مش المكسب اللي هو هيرضيكي. فانت لازم تبقى عامله حسابك مش اقل مثلا من 2 او من 3 سنين. ليه بقى؟ عشان تحصدي اللي انت عملتيه. لانك انت النهارده شاريه الشقه مثلا المتر بتاعها مثلا قسط على 10 سنين 130,000. تمام. طب ما انت لما تيجي تبيع بعد كده بعد 5 سنين هتلاقي نفسك دفعتي من ال 30,000 دول 20,000. فانت دافعه كاش. انا قبل ما اشتري لازم ابص ان انا اقدر ادفع اول 3 سنين على الاقل. على الاقل. قبل ما افكر في اي حاجه. الله ينور عليك. طيب اخر سؤال بقى عشان لازم نختم حلقتنا. بتجذب المستثمر اللي بره مصر يدخل مصر ازاي كمطور عقاري؟ بص طبعا مصر سوق كبير. والحكومه مسهله، يعني عندها تسهيلات في موضوع المستثمر الاجنبي بحاجات كتير، في الاراضي بالذات او العقار، الاراضي الطلبات العمرانيه. بالعكس ده ممكن بتيجي على المستثمر الاجنبي وتدي له مميزات ممكن ما تكونش احنا كمصريين عندنا. ودي جذب استثمار. طبعا مصر في الفتره الاخيره دي ال3 سنين اللي فاتوا دول الاستثمار الاجنبي فيها فاق الحدود او فاق عقل اي دوله. يعني اي دوله ما فيهاش استثمار عقاري، ان كانت دوله اجنبيه او دوله عربيه او دوله خليجيه قد مصر. بدليل ان عندك الاستثمار الاجنبي هنا اكبر دوله فيها استثمار اجنبي هي مصر. وده بيرجع لحكومه واعيه وعندها رؤيه لجذب المستثمر الاجنبي. طيب احنا طبعا وقت اقول لك فقرتنا بس نقطه بس. طب ماشي بس بسرعه. موضوع جذب الاستثمار الاجنبي على المستوى بقى ان كان كعقار صغير او كان اراضي كبيره. يعني حتى مشروع اللي لسه في الفتره بتاع راس الحكمه، اعلاناته حتى في التلفزيون بتخاطب العميل الاجنبي مش بتخاطب المصري. فده ما تخافيش على الاستثمار الاجنبي بخير، وباذن الله مصر يعني من الدول اللي عندها قوه الجذب الاستثمار الاجنبي. صحيح خصوصا الفتره دي فعلا. الفتره دي طبعا احنا محتاجين نسالك اسئله تانية. احنا عرفنا كمان ان انت مش بس متعاقد مع الشركه الصينيه، انت عامل تعاقدات مع شركات عالميه تانية وعلامات تجاريه عالميه تانية.
او عندي في مشاريع خلال تانية، مشاريعك؟ عندي مشاريع تانية بالم ايست، وعندي بالم ايلاند. وانا من النوع اللي ما بحبش اخد يعني الاراضي المساحات كبيره، بنوع الاراضي واختار مواقع يعني مواقع مواقع مميزة. مميزه جدا جدا. وتجيب ودي علامات قويه تجاريه قويه، بالظبط كده. واجيب طبعا انا وتركز عندي في هيلتون، التفاصيل. عندي يعني من شركات الصيانه اللي لها خبرتها في مجال الصيانه. يعني دايما بدي كل واحد او كل شركه مكانها في ادارتها، ودي من اللي نجح باذن الله، هينجح وده اللي مشاريعنا. يخلينا نحب نقعد معاك قاعده كمان، وانا اكتر والله يا دكتور لانه هيا الموضوع والله كبير انتوا والعلامات كتير والشراكات شرفت كتير. بيكوا. واحنا اتشرفنا بحضرتك الله يكرمك. أيوة. وانبسطنا جدا من النصايح اللي حضرتك قلتها، ونتمنى ان السوق يبقى افضل وافضل من خلال النصايح دي. ونشكرك باشمهندس باذن اشرف الله طاحون على افضل فقرتنا النهارده. وباذن الله خير. بنختم حلقتنا النهارده. طبعا زي ما شفنا الملف كبير قوي وتفاصيله كتير كتير جدا، وعندنا فيه اسئله اكتر واكتر. هنستمر ان احنا نشتغل على الملف ده ونجيب كل تفاصيله وجوانبه، عشان قبل ما نستثمر في العقار نبقى عارفين كل حاجه ونعرف نبداها صح ازاي. شكرا واشوفكم في حلقه جديده.